ازاي تعمل تمرين الدمبل بريس مستوي صح باداء 100%؟ بس قبل ما نبدا خلينا نغير الدنابل اللي هي دبوس الفرخه دي. هوبا يلا بينا يا كابتني. اول حاجه حط الوزن اللي يكون مناسب ليك على اول الركبه بالظبط. تاني حاجه اقفل عظمتين اللوح، قرب عليا يا كابتني كده عشان تشوف ظهري كان عامل ازاي. انا كنت قاعد اقف في الجنب، انا كنت قاعد عامل كده، فردت ظهري ورجعت عظمتين اللوح لورا. عندي حلين عشان انزل بالوزن، يا اما برجل والرجل اللي بعدها، يا اما بثبت جسمي يبقى قطعه واحده وانزل زي ما انا كده المستوى بتاعي من هنا. الكوع بتاعي الغلطه اللي بشوف ناس كتير بتعملها اللي هي بتكون 90، وده بيسبب مشاكل كتير جدا في الكتف. فانا بخلي الكوع بتاعي مايل شويه لجوه وبنزل لحد مستوى الصدر وازق تاني لفوق. طيب ازق لحد ما افرد كوعي وكتفي لقدام؟ لا، انا الحركه بالظبط بتبقى بدايتها من هنا وبتخلص هنا قبل ما يتفرد. كوعي بقى داخل لجوه شويه مايل للجذع، بينزل كده وبيطلع كده. في بقى حاجه مهمه، وانا نازل بقوم عامل الوزن كده حاطه على ركبتي ونازل. نقطه مهمه جدا جدا، المعصم بتاع ايدي عامل ازاي؟ في ناس بشوفها عامله المعصم بتاعها كده فبالتالي بيحصل لها مشاكل مع الوقت. فالمهم ان انت تبقى المعصم بتاعك عامله كده زي كده بالظبط. بص المعصم في حذاء واحد بس كده، انت عرفت تعمل واحد من اهم التمارين لعضلات الصدر اللي فعلا هتلاقي منها تطور كبير جدا. بس خد بالك انت لحد دلوقتي ما كتبليش كلمه سر في كومنتات. يا متين يا رب انزل اكتبها دلوقتي قبل ما الفيديو يخلص. تاكد انك تكون عامل متابعه عشان الفيديوهات اللي زي دي تجيلك. وعامه لاول مره تشوفني، انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. فاعمل شير لصاحبك. ولو تعالى اقول لك، لو عايز برنامج تدريبي وغذائي في اقل من 90 يوم ابعت اسالني عن مقاط التدريب الاونلاين. سلام.